السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعين النهارده بوصفه جديده. النهارده هنعمل مع بعض جلاش. ينفع عشاء، ينفع غدا، ينفع على البحر، ينفع في اي حته. يلا بينا على الفيديو ونشوف هنعمل الجلاش ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض كده حاجه سريعه للعشاء او لغدا او لاي وقت. على فكره هتمشي. هعمل النهارده جلاش بالبسطرمه. تمام كده. يلا نسمي بسم الله ونقول مقاديرنا ايه ومعانا ايه. معايا جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين، ومعايا بسطرمه. ممكن تبدلي الحشوه باي حاجه، ميكس جبن، لحمه مفرومه، اي حاجه اللي يعجبك المتاح عندك. تمام كده. وعندي طبعا سمنه او زبده او زيت اللي يعجبك، وعندي زيتون مخلي. تمام. وعندي فلفل. وعندي هنا معايا كوباية لبن عليها بيضاية وملح وفلفل. ومعايا ورقة جلاش. انا مش هعملها كلها، انا هعملها في الصينية البايركس، هي صغيرة. مش هعمل الباكت ده كله، هعمل نصه. تمام كده. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل صينية الجلاش بالبسطرمة ازاي. يلا بينا مع بعض. هركن كل مقاديري دي دلوقتي كده كلها على جنب، واجيب الصينية ونقسم الجلاش. يلا بينا. معايا زي ما انتوا شايفين ورقة الجلاش اهي. هقسمها على 2. هقسمها كده على 2 عشان تبقى معايا كويسة. هشيل نص واخلي نص اللي انا هشتغل بيه. هشوف الصينية هتاخد معايا قد ايه. تمام كده. نشيل ده دلوقتي عشان ما ينشفش معايا. تمام. نستعمل دي. تمام كده. هجيب الصينية اللي هعمل فيها وهبتدي ادهن فيها السمنة. هدهن السمنة معايا او الزيت، يكون زيت بس ذرة او يعني زيت حلو كده، متبقاش فيه ريحة عشان ما يبوظليش الاكلة. تمام. هدهن كده دهنة حلوة سمنة. ابتدي بقى ارص الرقات بتاعتي. احط اول رقة، طبعا الجلاش ده كان في الفريزر. تمام كده. هي يا دوبك نص الجلاشية متقطعة على قد الصينية بالظبط. وهبتدي ادهن بقى سمنتي. تمام كده. احط الرق التاني. تمام كده. وادهن. احط سمنة. هحط بين كل رق ورق سمنة. تمام. عشان ما يبقاش تقيل معايا. بين كل رق ورق سمنة. الجلاش اصلا خفيف جدا فهيشرب السمنة اللي تحتيها من الجلاشية اللي تحتيها. تمام كده. ارش. هعمل نص الصينية بالمنظر دوت، ونرجع تاني نحط الحشوة مع بعض. خلصت اول جزء من الجلاش، الرقة الاولانية. هبتدي احط الحشوة بتاعتي. انا هحط في الاول هحط جبنة. الجبنة هحطها في الاول وفي الاخر. تمام كده. ابعد بس عن الحروف عشان ما تلزقليش. تمام كده. دي اول رق. ابتدي احط البسطرمة. اسهل حاجة ممكن تعمليها في عشاء في غدا، جنب مكرونة، جنب بطاطس محمرة، جنب اي حاجة.
او لوحدها كده هتبقى وجبة حلوة برضو. تمام. ابتدي احط الفلفل بقى معايا، ده قرن فلفل رومي، عندك فلفل الوان عايزه تحطي ماشي، فلفل حراق ماشي اللي يعجبك. ما ينفعش تحط طماطم في الوصفه دي، طماطم ما ينفعش تتحط هنا مع الجلاش. تمام. هتطري لك الجلاش وهيبقى الطعم وحش. تمام كده. ابتدي احط الزيتون بتاعي، ده زيتون مخلي اسود. تمام. ماشي. ابتدي احط الرق التاني من الجبنه معايا. ده الرق التاني من الجبنه. ابتدي بقى احط الرق التاني من الجلاش بتاعي. احط السمنه، هبتدي اعمل كل الرقات كده بقيه الجلاش اللي معايا لغايه لما اكمل الصينيه بتاعتي، ونرجع تاني مع بعض عشان الوقت. تمام. اسهل غدا ممكن تعمليه، اسهل عشاء ممكن تعمليه. تمام. خلصت معايا صينيه الجلاش زي ما انتم شايفين. انا ما عملتش نص كيلو كله طبعا، فاض كام واحده اهو، هنبقى نعملهم حلو ان شاء الله مع بعض. هما مش مستحقين فيديو بصراحه يعني. ماشي. نبتدي بقى نقطع جلاش معانا. بسم الله. قطعه كده بالطول. ومعايا طبعا كوبايه اللبن وكسره جوايا البضايه وملح وفلفل. تمام. بالطول. وبعدين اقطعه كده خرط بقى، الخرط اللي انت عايزاها، عايزاها رفيعه ماشي، عايزاها كبيره ماشي، اللي يعجبك. تمام كده. قطعنا صينيه الجلاش، نجيب بقى البضايه بكوبايه اللبن. انا طبعا مشغله الفرن من دلوقتي عشان تبقى سخنه معايا. تمام كده. وابتدي احط كوبايه اللبن. انا مش هستنى لما الجلاش يتشرب وبعدين احط اللبن، لا انا عايزاه من اولها كده. تمام كده. هبتدي بقى اروح احطه في الفرن، ولما يستوي ويتشرب خالص ويقرب يستوي هحط على كل حته جلاشه مربعه كده احط حته جبنه موتزاريلا برضو. تمام كده. تستوي ونرجع تاني نشوفها مع بعض. خلصت معانا الصينيه زي ما انتم شايفين. معلش الحرقان اللي فيها دوت، الحرمشه دي بتبقى من الجبنه. تمام كده. يلا بينا نقطعها بقى. قطعتها زي ما انتم شايفين، قطعتها معاكم زي ما انتم شايفين اهي الحته. بصوا الجبنه من تحت ومن فوق، ريحتها حلوه جدا. جربيها مش هتندمي. تنفع زي ما قلتلك عشاء، تنفع غدا، تنفع اي وقت. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم.